السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم يوسف شحمة قناه سالمة. اليوم في الدرس غادي نهضروا على اللوجيكال اوبريتورز. في الدرس اللي قبل من هذا هضرنا على الراشنال اوبريتورز ومنهم is equal to. الهدف ما بين الراشنال واللوجيكال هو نفس الهدف ونفس الاستعمال، لكن في اللوجيكال اوبريتورز هو ممكن تقولوا انه كيكومبيني اكثر من راشنال. فمثلا هنا شوف شنو عندي هنايا a is equal to b وعندي a greater than c. فانا باش نجمع هاد الجوج درت الاند اوبريتور. فهمتيني؟ يعني فهمتوني؟ هذا اللي بغيت نقول لكم. فبحال مثلا عطيتك شي صخره قلت لك سير جيب لي براد ويكون خضر، فانا ما بين تستيفه البراد ما تجيبش شي براد كيف ما كان، غادي تجيب هذاك البراد اللي غيكون خضر، اللون ديالو خضر. فهمتيني؟ بحال هاد الفلسفه هذه. فنشوفوا هذه مثلا تعطينا مثلا هنا عندي a كتساوي 10 b كتساوي 10 c كتساوي 5. فهنا قلت له الا كان a كيساوي b زائد، يعني ماشي زائد ديال الزائد وانما ومن الفوق خاص يكون a كبر من c. فنورمال مو ترو ان ترو خاصها تعطيك ترو. هاي هنايا عطاتني ترو مزيان. فهنا شوف هنا مثلا درت هنايا less than، هنا خاصها تكون false. علاش عطاتني false؟ رغم ان وحده منهم محققه. فهنا كنرجعوا الاند اوبريتور. الاند اوبريتور الا كانت وحده منهم false خاصها تكون false كامله لان ما محققاش، وهذا اشياء كنرجعوا للبراد اللي فيه الخضر. نفس اللوجيك. فهمتيني؟ فوقاش غادي تكون الاند فيها ترو الا كانوا كل تستيفات، يعني تقدر نجيب مثلا نقدر ندير انا مثلا اند اخرى a equal c. يعني هنا الا بغيت الريزولت تكون فيها ترو، هذه خاصها تكون ترو وهذه خاصها تكون ترو وهذه حتى هي خاصها تكون ترو. لا بغات تكون ترو هاد الريزولت تكون فيها ترو. الا كان اي وحده منهم فيها فولز، مثلا هذه فيها فولز كلشي تضرب في الزيرو وهذه الريزولت غتولي فيها فولز مثلا. فهمتيني؟ فمثلا هانت شوف انا عندي a كتساوي 10 فهذه عندي ترو في استغفر الله، هذه فيها ترو ولكن هذه فيها فولز وهذه فيها ترو ياك. وانت تشوف دابا فولز فهي مازال فولز. هذا اللي كاين في الان. الاور لا الاور الا كان اي واحد منهم ترو فهي ترو. مثلا نرجعوا للقضيه ديال البراد. فانا عندي نقول لك مثلا جيب لي براد ولا داك البراد الخضر، يعني اللي جبتي مزيان. فهمتيني؟ اوكي هنا غادي تعطينا ترو. علاش؟ حيت هذه فولز هذه ترو وهذه فولز. فولز وترو كتعطيك ترو، ترو وترو كتعطيك ترو، فولز وفولز كتعطيك فولز. فهادشي اللي كاين في هذا الدرس. ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، واللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ونتقاشوا في الدرس الجاي ان شاء الله. تشاو.